اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده احنا هنتكلم عن توبيك انا كنت سبته شويه لان انا ما كنتش مقتنع قوي بالويب سايت دوت وبالنتيجه اللي بيطلعها. لكن اول لما نزلوا فيرجن 8 في الابديتس اللي لسه نازله جديده، هو كان من 4، هنا نزلوا حاجه اسمها فاز 0.8، منظوري اتغير تماما بالجوده اللي انا سمعت. حاجه مفاجاه. اولا الموديل دوت بيعمل ميوزك وبيعمل سونجز. الفرق ما بين الميوزك والسونج يعني بيعمل انسترومنتال ميوزك، اغاني من غير حد ما بيغني، يعني موسيقى بس، وبيعمل اغاني بالليركس وبكل حاجه. انا هوريك كل الخطوات وكل حاجه. ايه التركيه بقى اللي موجوده فيه؟ اولا الجوده كويسه جدا. رقم 2 مجانا. يعني انا مش عارف هم مستفيدين ايه دلوقتي. ما اتوقعه ان هم هيبقوا فري دلوقتي، واول لما يخرجوا من الفيرجن البيتا هيقوم جايين ايه بقى حاطين الموضوع بفلوس. ولكن هم دلوقتي عاملين الموضوع فري تماما، ومش فري بس، فري وسريع وجودته كويسه وانليميتد. مش منطقي اصلا. فعشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، دلوقتي ريفيوجن يعتبر بيتقارن بسونا وباوديو، او اللي هو كان اسمه كان غريب كده. المهم ايه، سونا وايديو هنسميه ايديو دوت. دول يعتبروا هم اللي كانوا في الساحه وهم اللي بيطلعوا حاجات بجوده كويسه. انما ان يطلع حاجه زي ريفيوجن وتطلع حاجات بالجوده التحفه دي، انا مش عايز ارغي معاكم كتير. انا عايزين نبدا على طول واوريكم الجوده. مثلا حاجه زي اللي موجوده قدامنا على طول، بص كده الجوده بتاعت الصوت. سامع الجوده؟ لو انت عندك هيدفون كويسه هتبقى انت فعلا حاسس بالبيز. وغير كده الجوده اللي انت تقدر تعمل ده بيها داونلود للصوت اللي انت عايز تعمله M4A، وده اعلى اصلا كمان من الMP3. نبدا ازاي ونبدا نتعامل مع الويب سايت ازاي؟ ده ستريت فورورد جدا، ومن كتر ما هو سهل انا استغربت. بص يا سيدي، اول حاجه بتدوس على الجزء بتاع الجنريت. عندك 2 تاب. اول واحد انت بتكتب له انت عايز ميوزك عن ايه، ويبدا هو ينفذ من دماغه. او انك انت بتدخل جوه حاجه اسمها كومبوز، هنا تكتب الليركس بتاعتك او الكلمات بتاعت الاغنيه اللي انت عايزها. وعندك اوبشن هنا اسمه جوست رايتر، هقول لك الجزء جوست رايتر دوت بيعمل لك ايه. وعندك اوبشن انك انت تفتح انسترومنتال، يعني انسترومنتال في اي واحده من دول. لو انا فتحت انسترومنتال هنا، معناه ان انا الليركس اللي انا بكتبها دي ملهاش لازمه، وان انا كده عايز اطلع بس ادوات موسيقيه من غير صوت بني ادم. واوريك الاثنين ده النتائج بتاعتهم بتطلع عامله ازاي. عندك الساوند هنا، لما بتكتب كلمات الاغنيه، انت عايز الاغنيه مثلا لوكال، عايز الاغنيه هيب هوب، عايز الاغنيه جاز، عايز الاغنيه زي ما انت عايز، بتكتب وصف الاغنيه هنا. وفي اوبشن هو ضعيف شويه بس موجود، تقدر انك انت تعمل ابلود لصوتك، تعمل ابلود لاغنيه، ويبدا ان هو يريميك الاغنيه دي او يعمل لك ريميكس من الاغنيه ديت بتون مختلفه او بستايل مختلف. ولكن الجوده بتاعته رهيب سيئه، فانا ممكن الاداه ديت نفوتها المره دي لغايه لما يعملوا لها ابديت. تعال بقى نبدا واحده واحده ونشوف هنبدا نطلع الحاجه ازاي. تعال ندخل ستريت فورورد في البرامت عندك هنا، وهنجرب مره نكتب اسم اغنيه، ومره نكتب انسترومنتال عادي جدا تبقى موسيقى بس. تعال نكتب اسم الاغنيه. مثلا احنا عايزين اغنيه ايه؟ انا كتبت هنا انمي اوبننج ان جابانيز فور دراماتيك شو، بدايه مقدمه انمي باللغه اليابانيه لحاجه دراما. كل اللي عليك بعد كده انك انت تدوس على كلمه جنريت، بيبدا ان هو يعد النتيجه. بص يعني الوقت اللي هو بيعد فيه، عايز اقول لك سريعه جدا. دي النتائج اللي انا عملتها من امبارح، عمال بجرب كذا حاجه وبجرب العربي دول كلهم كده عشان انا لقيت الموضوع عمال بيسحب مني. عملت بتاع حوالي 12 واحده في بتاع 4 دقايق، فنتائج كويسه. وانا بتكلم انا هسرع الفيديو، ولكن هو الوقت عموما ما بياخدش غير دقيقه عشان يعمل لك اغنيتين، فبياخد دقيقه في الاغنيتين. هو كده خلص الاغنيتين. تعال نجرب بقى نشغلهم، وتعالى اوريك الاوبشنز اللي انت تقدر تعملها هنا. لانك انت تقدر تاخد الاغنيه دي وتعمل منها فيرجن تاني، او تقدر تعمل لها اكستند، تطول الاغنيه لو الاغنيه قصيره. ده بالنسبه للحاجات دي كلها. وتقدر تريبليس جزء صغير جوه الاغنيه. وعندك الاوبشن بتاع انك انت تعمل لها داونلود. تعال بقى ندوس على بلاي ونشوف الاغنيه عامله ازاي. 時は流れてく胸の奥で風がささいて私を呼ぶよ涙は今強くなれる心の底から声が響く新しい朝が来るتحفه
تحفه تحفه تحفه. تعال نجرب التانية.静かな空に雨が降り始める静かな空に雨が降り始める心の中で何かと動き出す心の中で何かが動き出す抑えきれないこの感情が抑えきれないこの感情が震える声で叫び出す叫び出す心の寛大横でواو، يعني تحس بالهايب بتاع الانمي اوبننج. ممكن دي كمان اكتر بكتير من ديت. يبقى ده كده الجزء الاولاني، انك انت لو كتبت اي حاجه عايز تطلعها يطلع لك بالشكل ده. ايه تاني نقدر نعمله؟ بص بقى الجزء دوت، لو انا كتبت هنا ارابيك، انا جربتها امبارح، ارابيك نايت، حلو، اود بس ميوزك، وافتح الاوبشن بتاع كلمه انسترومنتال ده. بص النتائج اللي هتطلع. بص يا سيدي، النتيجه الاولانيه طلعت، تعال نجربها مع بعضينا. حرفيا لو انت محتاج الميوزك دي، لو انت بتصور فيلم او بتعمل اي حاجه قصيره او عايز تعمل اعلان، الموسيقى طالعه بجوده تحفه. تعال نشوف الصوره الثانيه. وعود باي ذا واي او يو دي، انا كاتبها او اي دي فدي غلطه مننا، بس هو يعني صلحها من عنده، معناه ان هو فهم ان انا قلت له ايه. تحفه صح؟ يعني انتوا رايكم في الكومنتس، قولوا لي ايه رايكم في الميوزك اللي بتطلع دي. ده كده اول خاصيه نقدر ان احنا نعمل اغنيه بليركس. لو احنا شيلنا كلمه لو انسترومنتال دي مش مفتوحه، لو انسترومنتال شغاله نقدر ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. تعال بقى ندخل جوه الكلمه بتاعه كومبوز وتعال نشوف نقدر نعمل ايه. بالنسبه لدي الجزء دوت انا في الانسترومنتال، وتعال نجرب الاول عربي بعد كده نجرب انجليزي مع بعضينا. انا هجرب اخد ليركس من اغنيه مشهوره وانتوا حددوا الاغنيه دي عباره عن ايه، بس حاولوا ما تغشوش يعني وتبصوا الليركس لما انا اجي اكتبها يعني. طيب انا مداري الكلمات اهو، يعني ايه، املا في انكم انتوا ما تشوفوش ايه، بس انا اخترت دوست على كلمه راندوم هنا فهو جاب لي الوصف بتاعها، تبقى سموث جاز، ساكسفون و سيريال، مش عارف يعني ايه، بس يعني انا افترض ان هي حاجه كويسه يعني. تعال ندوس جنريت وانت بتسمع قول لي الاغنيه دي هتبقى عن ايه. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. ايه يعني غرامك ودعني، يعني فارقني ولا رجعني، ايه يعني غرامك ودعني، يعني فارقني ولا
يبدو ان انا مش هحتاج اداري حاجه. هي الجوده مش احسن حاجه. يا صديق سمعت الاغنيه وانت حدد بقى الاغنيه ايه. انا هطلع كلها اغنيه ايا ليل، بس ما اعرفش ايا ليل هو طلعها ازاي. تعال نشوف النتيجه الثانيه، ممكن تطلع احسن شويه. ما تقلقش يا هانم، دي حاجه بسيطه. انا مش عارف هي بتقول ايه بصراحه، بس تعال نشوف النتيجه تطلع عامله ازاي. ده كده هلاوس خالص، مفيش اي نتيجه طلعت. يعني الاغنيه ما فيهاش الاصل. دي اغنيه ايا ليل بتاعت شيرين، ولكن هو ما طلعش كلمات مظبوطه. ريت لو انا نزلتك تحت هنا وسمعتك الحاجات اللي انا كنت بطلعها. بص كده. حلوة منك قد سنك، ضربتي ضرب العادي في 6. يا ريت تهزيم دل منك، بيلعزوا فيكو هيسعدوا. حلوة منك قد سنك، ضربتي ضرب العادي في 6. وين ابصهم لو اضرب مش مجالة بلا، بصر بالبصيرة مش بالبصر بابا. ايه رايك؟ بص دي كده. لا مش دي، كنت عايز اوريك دي. دي ضرب العادي في 6. تهز منك ده اللحظة فيك ويساعده. كان في خلص ومنعته ويبزو بطل ودلعته. ارفع مستعد على شعبه، مش هديت انا بلعبه. لا خدنيش انا دبط الحقيقة في لغات خطيرة، مبصر بالبصيرة مش بالبد. وايد قوي كان قد، وايد قوي كان قد. تحفه. هي طبعا الكلمات مش منطقيه، ولكن انت لو خدت بقى التوزيع ده وعملته انت ليك، ما هو دي فايده الاي اي، انه بيديك ريفرنس، بيديك حاجه تبدا تشتغل بيها. معظم الاغاني العربي اصلا بتبقى الجوده بتاعتها مش كويسه. لكن لو احنا عملنا نفس الكلام ده كله، وانا جيت قمت جاي مسح الكلام اللي موجود هنا، قلت له راب سونج اباوت وور، يعني اغنيه راب عن الجزء بتاع الحرب، واشيل بقى الكلام اللي احنا عملناه ده، مش عايزين ادفانس. تعال نجرب كده وندوس جنريت ونشوف هيطلع لنا ايه. Over Kafik, that's overseas. No more battles, let the harmony speak. Put down weapons, raise up your mind. Build bridges forward, leave hate behind. Unity stronger than division's wall. Time to heal wounds, answer wisdom's call. Every life matters, that's what we know. Plant seeds of peace, watch understanding grow. From the ashes of war, new hope will rise as we stand together under peaceful skies. Breaking cycles of pain and strife, choosing love over. تحفه 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 تحفه. تعال نشوف الثانيه. Peace over conflict, that's what we seek. No more battles, let the harmony speak. Put down weapons, raise up your mind. Build bridges forward, leave hate behind. Unity stronger than division's walls. Time to heal wounds, answer wisdom's calls. Every life matters, that's what we know. Plant seeds of peace, watch understanding grow. Under peace. حلو، بس الاولانيه كانت تحفه. الاولانيه الجزء اصلا ان بص
choosing love over war, that's up your mind. تنفع اغنيه تتحط في بلاي ليست عندك وتبدا تسمعها. فده كده بخصوص كل حاجه ليها علاقه بريفيوجن، ازاي تقدر تعملها ببرومت، ازاي تخلي الموضوع انسترومنتال بس ادوات موسيقيه من غير صوت. وده مفيد جدا لو انت بتعمل اعلانات، بتعمل حاجه اللعبه عندك، بتعمل اي حاجه. احنا بنستخدمها كتير واحنا بنصمم العاب. ده كده بالنسبه للجزء دوت. الجزء بتاع ابلود اول لما يحسنوه صدقوا هعمل لكم فيديو كويس قوي عنه. ولكن دي كل حاجه بخصوص ريفيوجن. زي ما بقول لكم الويب سايت سهل، موجود فري، جربوه دلوقتي قبل ما يطير مننا. وسيب لي في الكومنت تقول لي التجارب بتاعتك مشيت ازاي، كانت كويسه، كانت وحشه، النتائج طلعت مش بطاله. انا بجرب معاكم هنا لاول مره، فيعني ورينا، قول لي النتائج اللي طلعت معاك عامله ازاي. بس علشان ما اطولش عليكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل ما هو جديد. بحب اشكر كل الدعم بتاع الناس اللي موجودة على باتريون. شكرا جدا ليكم، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.